اللي عندها الجسم ديالها عامر طبايع كحلين واللون ديالك مضبب وغير متوحد، حبسي كاع الوصفات اللي كديري حيت جبت لك اليوم سير بياض صحراويات اللي غيهنيك من هاد المشاكل نهائيا. اول حاجه غناخذوا صابونه ديال ضوف ونحكوها مزيان حتى كيرجعوا الجزيئات ديالها صغار بزاف كيف غادي تشوفوا في الفيديو. ومعروف على ضوف على انها مرطب ومبيض للبشره في نفس الوقت. هادشي علاش ولوده في الوصفه كتعتبر خطير ومهم بزاف. وخاصكم تعرفوا على ان ضوف واخا كتبيض البشره ولكن كذلك كتجف البشره. هادشي علاش فالوصفه هذه غنستعملوها بطريقه اللي ما تجفش لنا البشره وتعطينا احسن مبيض للبشره للجسم ديالنا كامل، باش نحيدو كاع الطبيعه اللي فينا ويتوحد لينا اللون الجسم ويتفتح كيف بغينا. زائد هاد الوصفه قديمه بزاف في المغرب ومشهوره عند الصحراويات اللي تبارك الله عليهم معروفين بوصفاتهم اللي خطيره بزاف في تبييض الجسم وتوحيد اللون ديالو. بهاد الطريقه خاص تولي ضوف من تحكيها، ومن الاحسن تحكيها في حكاكه صغيره باش الحبيبات ديالها يكونوا صغار ويسهلوا علينا ندمجوهم في الوصفه. واخا يبقاو بعض الحبيبات باينين ولكن هذوك هما المقشر الاساسي للجسم. وهاد الجزيئات اللي تيكونوا صغار هما اللي كيقشروا الجسم وبالتالي كيزيدوا ان الجسم كيبيض من دوك الكحوليه اللي فيه، لا الكحوليه ديال العنق ولا ديال الفخاذ ولا ديال وكنصح اي عروسه عرسه قرب وبغات تحيد تصبغات خصوصا اللي كيكونوا بالفخاذ تبع معايا هاد الوصفه وتجربها. غادي تشكرني عليها حيت تعطيك نتيجه واعره بزاف وغادي تحماقي على الجسم ديالك من بعد هاد الوصفه هذه، ولكن تبعيها واستمري عليها مده طويله. غنزيدو السكر واللي هو المقشر الاساسي في هاد الوصفه هذه. حاولوا تشريو سنيده للحبيبات ديالها رقاق اللي غادي يسهلوا لينا الدمج بين المكونات. غنخلطوا كل شيء مزيان باش ضوف تخلط مع الحبيبات ديال السكر باش ما نطبقوهم على الدس ديالنا ما تجرحش لينا الجسم، وتبقاي داكي مزيان تتحسي بهم اندمجوا مع بعض. كنزيدوا على الخليط النيله الزرقاء الاصليه، وشكون ما عارفش ان النيله ملكه التبييض في الوصفات التقليديه. كنخلطوها مزيان حتى كيولي اللون ديال الخليط ازرق اللي كيعني ان النيله اندمجت مع السكر والصابون ضوف وعطونا واحد الخليط اللي واعر بزاف، اللي اي حاجه درتيها في الجسم ديالك الوجه ما كنديروش فيها هادشي هذا، كنهضر على الجسم من العنق ديالك حتى الرجلين ديالك. هالوصفه هذه واعره البنات، انا كنقولها لكم من كل قلبي وكنعطيها لكم لانها من الوصفات التقليديه اللي ما كتخطاش الدار ديالي، ما كتخطاش سكين كير اللي كنديرو في الجسم ديالي، فمن الاحسن نديرو. هنايا زدت الودعه اللي معروفه انها كذلك مبيض ومقشر، فلو لاحظتوا غتلقاو كل وصفه عباره عن تبييض وتقشير، فمن الاحسن ديروهم هادشي كامل اللي كنقول لك. اللي ما عندوش الودعه من الاحسن بلاش، ولكن من الاحسن انكم ديروا الودعه. هنايا زدت الزيت ديال اللوز الحلو. الزيت ديال اللوز الحلو مالي البنات فيتامين او، وفيتامين او شنو هو؟ حتى هو كذلك مقشر ومبيض، كيعاون ان الجسم كيقشر المنطقه اللي كتكون رماديه في الجسم، اللي هذيك المنطقه كتكون كحله اللي ماشي هي اصلا ديال الجسم، اللي عباره عن اما ندبه ديال شي حاجه او عباره عن سواد لشي حاجه. زائد زدت عليه زيت ديال الكوك. كنخلطوا كل شيء مع بعضه مزيان كيف كتشوفوا هنايا في الفيديو. كنبقاو ندعكوا بهكا بيدينا، كندعكوا باش الخليط والزيوت يتجانسوا مع بعضياتهم ويتخلطوا مع بعضياتهم، تولي عندنا خليط موحد بحال هذا الشكل هذا. لو لاحظتوا في الوصفه هذه انني ركزت على التقشير، لان بزاف الناس ما عارفش بان التقشير هو من الاساسيات باش الجسم كياخذ اللون ديالو الاصلي وكيتوحد وكيفتح اللون ديالو. لهذا التقشير اساسي يا البنات. وكتلاحظوا بان كل المكونات اول حاجه بديت بالتقشير واللي كتسبب بالتبييض كذلك الجسم، زائد زدت مرطبات اللي هما الزيوت اللي درت. دابا كنديروا بندوج هو فقط رغوي ما كيدير حتى شي حاجه، ولكن كيجمع علينا الخليط مزيان، زائد انه كيغلب على الزيوت اللي درتهم باش الجسم ديالنا من نديروا ليه هذه الوصفه هذه ما كيبقاش الجسم يدم لينا، نو كيكون تيتغسل كيبان نظيف، كيبان نقي، كتعطي واحد الريحه اللي هي زوينه، زائد كتعطي واحد البياض اللي هو زوين بزاف للجسم. هانتوما من بعد ما درت بندوش كنشوفوا بان الخليط
تخلط مزيان ولا عباره عن كريم سائل. انت كتشوفوا مزيان هذا الكريم هذا حاليا هو اللي نجح. كنجيبوا طاس اللي هو فيه الماء دافي او ما بارد اللي بغيتي، كناخذوا غير شي شويه ديال الخليط وكنديروا معاه شويه ديال الماء كيف كتشوفوا. كنزيدوا شويه ديال الماء فوق الخليط، كنحكوا هكايا بيدينا الخليط هكايا وكنديروا على البشره ديالنا. كتلاحظوا بان البشره ديالي شويه سمراء لانني كنت مشيت للبحر، زائد انني كنت دايره الحنه للجسم ديالي فاخذ لي واحد اللون شويه مبرونزي. فهنايا كنحك مزيان. راه الفيديو مقطعه لاني بقيت كنحك مده طويله. زائد هانتوما دابا من بعد كتلاحظوا بان الخليط ولا شي شويه قهوي. كتلاحظوا وي هذا هو المقشر الاساسي. خاصكم تعرفوا بان هذا السبب اللي خلاني التقشير يبان بالوضوح هذا هو ان هذه الوصفه هذه كنديرها بزاف، يعني ماشي اول مره ولا ثاني مره. هانتم غادي تلاحظوا الفرق الكبير ما بين الجسم ديال ما بين اليدي الفوق ويدي لتحت. شوف هنايا كيف اللون ديالي ارجع، بينما هنايا في اللور اللون ديالي بقى شي شويه قوي. هانت لاحظتيها هي باينه من هنا لان انا كنشير ليها بيدي. والسبب هذا ماشي ان هذا اللون هذا كان عندي مده طويله، هذا اللون هذا غير بسبب الحنه زائد البحر. كندير الحنه اليديه وللاسف ما مشيتش حكيت ديك الحنه ومشيت بها للبحر وهي تصبغ لي البشره ديالي. فاللي يعتقني هو انني مشيت درت الوصفه هذه وبالتالي صورتها لكم. انت كتشوف اللون ديالي زائد اللون اللي تصبغ لي بالشمس والحنه. فهذه هي الوصفه ديالنا. نتمنى تكونوا بزي خير وعيدكم مبارك سعيد. تعيدوا تعودوا باش ما تمنيتوا، وان شاء الله كل الاحلام يتحققوا لكم ان شاء الله. والناس اللي عندهم بكالوريا الله ينجحكم والله يكون معكم. كنوريكم الماء اللي ولا اللون ديالو قوي شويه، عباره على داك الوسخ ديال الحنه اللي بقى فيا في الجسد ديالي. وهذه هي الوصفه، نتمنى تتبعوها وديروها 3 مرات في الاسبوع. بالنسبه للبنات اللي العريسات ديروها 3 مرات في الاسبوع. زائد لا بغيتي ان النتيجه تكون تحقق لك اكثر هي انك من هذه الوصفه تخرجي من الدوش دهني باي كريم. مثلا انا كندهن بنيفيا، كتعجبني نيفيا فكندهن بنيفيا. كنت معكم نورهان. عيدكم مبارك سعيد. نعاود نعيد عيدكم مبارك سعيد. نتمنى تخليو لي جيم، تخليو لي كومونتير، ونهاركم مبروك.